سلام البنات ومرحبا بكم في قناة مطبخ وتدابير أسرار. إن شاء الله كامل تكونوا بخير ومهنيين وفي صحة جيدة. وصفتنا لنهار اليوم يا البنات معسلة بزاف بزاف بنينة. هاد المعسلة لما تجربوها راح تخليكم تستغنوا على الزلابية وتعتمدوها، فقط تبعوا لا فيديو حتى الأخير. بالنسبة لهاد المعسلة يا البنات هي وصفة سورية يسميوها المشبك السوري. راح نعطيها لكم بمقادير مضبوطة باش تنجحوا فيها من أول تجربة. هاد الوصفة يا البنات لما تذوقوها اكيد رايحين تعتمدوها، فقط تتبعوا المقادير وتبعوا الفيديو حتى الاخير باش تنجحوا في تحضيرها. وقبل ما نبداو نصلي ونسلموا عليه افضل الصلاة والسلام. بالنسبه يا البنات للمقادير عندنا تلت كيسان تاع السميد متوسط، دايما الكاس اللي نعبروا به في وصفاتنا. نحطوا الكاس الاول، نزيدوا الكاس الثاني والكاس الثالث كما راكم تشوفوا يا البنات، يعني ما فيهاش امكانيات كبيره. وراح نعطيها لكم بمقادير جد مضبوطه. نزيد نضيف مع تلت كيسان تاع السميد نص كاس تاع الفارينه، ونخلط السميد والفارينه. وهنا يا البنات بعد ما ضفت السميد والفرينه كما راكم تشوفوا نزيد نضيف مغرف كبيره نتاع النشا. وبالنسبه لهاد المغرفه نتاع النشا هي اللي رايحه تخلي هاد الزلابيه نتاعنا او المشبك يجي مقرمش من برا وطري من داخل. ونزيد نضيف يا البنات رشه نتاع الملح، ما نساوش الملح باش ما يجيناش الزلابيه نتاعنا مسوسه. نزيد نضيف يا البنات كما راكم تشوفوا رانا نضيفو في المكونات الجافه فقط. عندي هنايا 3 مغارف كبار نتاع السكر، 3 مغارف كبار سكر. ما نكثروش السكر لان رايحين نعسلوها. ونزيد نضيف يا البنات عندنا مغرفه صغيره خميره فوريه او خميره الخبز. كما شفتوا البنات هنايا بدينا بالمكونات الجافه قبل ما نضيفوا السوائل. ودايما نخلط كل ما نضيف حاجه نخلط مليح. ونزيد نضيف فيها البنات مغرف كبيره بودره الحليب. وطبعا اللي ما توفرش عندهم بودره الحليب يقدروا يستغناو عليها. وتبعوا الفيديو وراح نقول لكم علاش تقدروا تستغناو على هذا المغرف الكبيره نتاع بودره الحليب. ما تنساوش يا البنات مغرف صغيره مملوءه فاني باش تنكهوا هاد الزلابيه وتجي فيها واحد الذوق ما شاء الله. بالنسبه للسوائل يا البنات عندنا ربع كاس تاع الزيت. بالنسبه للزيت نفس الكاس اللي عبرت به السميد والفارينه نضيفوا ربع كاس زيت. ومن الاحسن هنايا البنات نستعمل يدي ونبدا نبسس بشكل جيد حتى الزيت يدخل في كامل المسامات نتاع المواد الجافه اللي ضفناها قبل ما نبداو نضيفوا في السوائل. وطبعا الصوره تعبر على نفسها. نواصل نبسس بشكل جيد حتى يتجانسوا كامل المكونات مع بعض. وهنا يا البنات طبعا بعد ما ضفنا كامل المكونات الجافه عندنا كاس مملوء تاع الماء. نزيدو نضيفو كاس مملوء نتاع الحليب. وهنا يا البنات تقدروا على هذه قلت لكم ما تستعملوش اللي ما عندهمش بودره الحليب يقدروا يستغناو عليها لان حطينا كاس تاع الحليب. وطبعا الحليب هو اللي يساهم ويساعد باش تحمر الزلابيه تاعنا. طبعا ودا كان متوفر عندكم من الاحسن تضيفوه. فقط بالنسبه للسوائل كاس مملوء حليب وكاس مملوء ماء فقط. ونخلط بشكل جيد حتى يتجانسوا كامل المكونات مع بعض ونتحصلوا على هذا القوام. كما شفتوا يا البنات المكونات يعني راهي كامل متوفره عندكم في الدار بدون بيض، مكونات بسيطه. وما كانش ما احسن ان نحضروا المعسلات نتاعنا في البيت نضمنوا الجوده والنظافه. وكما تعرفوا الزيت يعني راهو غالي. وطبعا لما نشريو حاجه من برا نخافوا ناكلوها لانه الزيت يعني ما يبدلوهش في كل مره. ومن الأحسن نحضروا معسلاتنا في البيت ونستمتعوا بالذوق والبنة والنظافة. وهنا يا البنات بعد ما خلطت كامل المكونات مع بعض وضفت المكونات أو السوائل الماء والحليب نغطي الخليط نتاعي ونخليه يخمر ويريح حوالي ساعة. أنا خليته ساعة كاملة وتحصلت على نتيجة ممتازة. بعد ما تكمل ساعة أكيد راح نبدأ نقليو في هذه المعسلة. بعد ما مرت ساعة على العجينة تاعي وهي تريح يا البنات هذا هو القوام اللي تحصلت عليه في الأخير. نخلط بالمغرفة ونجيب كيس أو واحد نجيب لابوش نعمرها
بالخليط. الزيت نتاعي راهو يسخن، اكيد نخليو الزيت يسخن قبل ما نكليو. نوجدوا كاسرونه نحطوا فيها طبعا بالنسبه للوصفه الاصليه يا البنات هما يستعملوا يشربوا هذه المعسله في القطر، لكن انا فضلت باش نعسلها بالعسيله. ضفت لها قطرات من ما الزهر وتحصلت على نتيجه ممتازه. نعمر هاد لابوش ونبدا نكلي معاكم. بالنسبه للتشكيل يا البنات ما كانش ما اسهل. اولا حطيت قطعه باش نشوف الزيت نتاعي اذا كان سخن ولا لا. بالنسبه للتشكيل يعني ساهل ماهل، ما كانش ما اسهل. الصوره راهي تعبر على نفسها، يعني بلا ما نهضر راكم تشوفوا كيفاش راني نخدم. بالنسبه للحجم انتم احرار، تحبوا تكبروا الحبات او تصغروهم، يعني هذه حاجه ترجع لكم. اهم حاجه باش تنجحوا في الوصفه ما تقلبوش الحبه تاع الزلابيه حتى تحمر من التحت باش تقلبوها من الجهه الثانيه. هذا سر من اسرار نجاح الوصفه. تخليو الزيت يسخن ومن بعد يا البنات لما تقليو ولما تشكلوا ما تقلبوهاش حتى تحمر من التحت باش تقلبوها. وبالنسبه ليا كما راكم تشوفوا حطيت 3 حبات دفعه واحده هكذا باش يطيبوا في غردهم. نزيد نشكل. شوفوا البنات هنايا ما نقلبش عليهم لانه مازالوا ما حمروش. نزيد نضيف الحبه الثالثه لانه عندي المساحه في المكله نتاعي، ونبقى نتفقد فيهم. كي نشوفهم حمروا من التحت رايحه نقلبهم. وهنا يا البنات شوفوا راهم بداو يحمروا من الجوانب. اهم حاجه ما نقلبهمش حتى نتاكد انها حمرت مليح. لكن رايحه هنايا نحاول باش نقلب الحبه اللي شكلتها في الاول. نقلب. شوفوا البنات يعني مازالت ما حمرتش بشكل مليح، لكن هنايا قلبتها. شوفوا البنات نزيد هنايا نحاول نقلب الحبه الثانيه. طبعا البنات العسيله راهي جاهزه، دفيتها فقط، ضفت لها قطرات من ما الزهر. الحبه اللي نخرجها يا البنات نغمسها في العسيله. اهم حاجه يا البنات سر كذلك من اسرار نجاح هذا المعسله انكم تخليوها تدي وقتها في التعسال. اغمسوها في العسيله وخليوها تشرب تدي وقتها باش تخرجوها وتكطروها. شوفوا البنات الحبات نتاعي كيفاش راهم حمروا وجاو، يعني ما شاء الله. كي نقول حمروا يعني ما تحركوهمش. شوفوا البنات طريقه التحمير يعني يجيو ما شاء الله. وهنايا طبعا البنات الحبه اللي رايحه تحمر مباشره وهي سخونه راح نغمسها في العسل ونقلبها في العسيله ونخليها تدي وقتها في التعسال. على هذا قلت لكم شكلوا ب3 حبات باش يسهل عليكم كيفاش تعسلوهم، يعني ما كانش ما اسهل. وهنا يا البنات شوفوا العسيله نتاعي راهي جاهزه. نرفد اول حبه حمرت ونغمسها في العسيله. اهم حاجه خليوها تدي وقتها في التعسال وكملوا شكلوا كامل الكميه اللي عندكم. اهم حاجه نغمسها يعني كامل تعرفوا نعسلوها كما نعسلوا الزلابيه تماما، وخليوها تشرب العسيله. نزيد نكتر من الزيت وهنايا نغمس. نزيد الحبه الثانيه ونكمل كامل الكميه اللي عندي ونتلاقاو في صحن التقديم. وصفتنا لنهار اليوم يا البنات وصفه المشبك السوري او زلابيه. شوفوا بعد ما عسلتها راهي تشهي. هذه الكميه اللي عطيت لكم خرجت لي 13 حبه بحجمها الكبير، وراح نقسم حبه معكم. والسر نتاع كذلك هذا الحلوه يا البنات انها لما تبات تبقى مكرمشه وما تطراش وبنينه بنينه بنينه بزاف. جربوها ردوا لي بالاخبار في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله مع وصفات اخرى باذن الله.